بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا يا ولاد تعالوا النهارده نعمل شويه قرص طريه كده. بصوا مش هيكلفونا يعني 25 30 جنيه، مش اكتر من كده. ماشي يا حبايبي. بصوا القرص طريه وجميله وازاي عامله ازاي يا ولاد. انا معلش انا كنت بصور بايد وبقطع القرصه بالايد، ما كانش في حد معايا، فانا اللي كنت بصور وايه وبمسك القرص في نفس الوقت. يلا يا حبايبي تعالوا نشوف القرص الجميله دي عملناها ازاي للفطار الصبح كده، تحفه. يلا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا حبايبي حطيت كوبايتين وربع من الميه. بصوا الكوبايه بتاع المج بتاع الشاي العادي خالص، كوبايتين وربع، وهننزل عليهم كده ايه برشه ملح. لو انت حابه تحطي لبن رايب او لبن حليب بدل الميه حطي، بس عايزه اقول لك والله النتيجه جميله جدا. بصي ما تقلش جمال عن اللبن الرايب او اللبن الحليب، واللي يعجبك بقى اعمليه. بصوا حبايبي هنا حطيت رشه ملح، 6 معالق من السكر، وهحط يا ولاد كيس خميره صغير اللي هو بيبقى فيه معلقه. بصوا حبايبي اهو هحط كيس الخميره وهندوبهم مع بعض كويس قوي اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم تكوني واثقه من الخميره بتاعتك كويسه وفعاله. الخميره دي انا عارفاها لان انا كنت جايبه منها يعني كذا كيس وكنت استعملتها فحلوه يعني. تمام. فبصوا حبايبي اهو هنا هقلب الايه الحاجات اللي حطيتها كلها مع بعض، الميه مع السكر مع الخميره مع رشه الملح. تمام كده. وهنزل عليهم بالدقيق. الدقيق حطيت عليه ايه بقى يا ولاد؟ معلقتين من اللبن البودر، نص معلقه من البيكنج باودر. تمام. هحط معلقه شمر ومعلقه من اليانسون. انت لو حابه تحطيهم حطي، مش حابه خلاص مفيش مشكله استغني عنهم. اللبن البودر لو مش حابه تحطيه مفيش مشكله خالص، لو مش متاح عندك ما تحطيش، بس هو بيدي طعامه وطراوه جميله قوي في القرص يا ولاد. بصوا اهو حطيت معلقه شمر ومعلقه يانسون، طحناهم نص طحنه صغيره كده، ونزلت ايه قلبت المحتويات الجافه كلها ونزلت بيها على السائل، خليط السائل اللي احنا حاطينه اهو اللي هو الميه والخميره والملح. تمام. بصوا يا ولاد يا دوبك ايه شغلت العجان اختلط، بس العجينه لمت كده، ونزلت يا ولاد بربع كوبايه من الزيت وتلت كوبايه من السمن، يعني كله كده كوبايه الا تلت. تمام اهو. بصوا يا حبايبي اتعجنت العجينه معايا، العجينه تبقى طريه معاكي كده وحلوه كده، تاخد وتدي معاكي، ما تخليش العجينه قاسيه وما تخليهاش طريه اكتر من لازم تلزق معاكي. بصوا يا حبايبي بالشكل ده كده. هقرصها بقى كده وهسيبها ترتاح حجمها بس يتضاعف معايا شويه، وبعد كده هبدا ايه اشتغل فيها. انا بحاول اختصر الفيديو يا ولاد، هرجع لكم تاني اخلصهم وارجع. بصوا حبايبي اهو كده انا قرصتها كلها، غطيتها بس كده يا ولاد بستريتش كده، وهسيبها ايه يعني لمده ربع ساعه بس كده ولا تلت ساعه تتضاعف حجمها. اول ما تكبر كده شويه الحجم يكبر يتضاعف ابدا اشتغل فيها. حطيت كده يا ولاد الايه العجوه، بتاخدي حته عجوه كده على ايدك تعمليها زي قرصه طعميه، تبططيها كده وتحطيها في القرصه. ماشي يا قلبي اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده، واعملي بقى حجم القرصه على حسب ما انت بتحبي. بس عايزه اقول لك والله في منتهى الجمال يا قلبي، وبصي واقتصاديه ومش مكلفه، بكوبايتين من الميه يا ولاد عملناها في منتهى الجمال والله. احسن ما تشتري من بره. القرصه النهارده بكام يا ولاد؟ ما تكسلوش تعمليها ايه قايمه من النوم مالكيش نفس للفطار، جوزك قبل ما ينزل كده عايز ياكل حاجه على الماشي يفطر بيها مع كوبايه شاي زي الفل كده حلو قوي. بصي حبيبتي اهو. يلا يا ولاد ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله تعملوها وتطلع تحفه. بصوا حبايبي انا بحاول والله مش عايزه اطول عشان في حد قبل كده قال لي ما تطوليش الفيديو قوي. بصوا حبايب قلبي اهو. بس عايزه اقول لكم ملحوظه مهمه، انا حطيت معلقه عسل على حوالي 3 معالق من الميه، وباول ما تخرج القرص من الفرن كنت بالفرشه السيليكون كده بسرعه وهي لسه سخنه كده اروح دهنه وشها، بتبقى بتلمع معاكي كده في منتهى الجمال، وشها ما ينشفش منك وتبقى جميله. بصي القرص وطراوتها الف هنا وشفا.